شحال كيحتاج اي واحد باش يبني امبراطوريه رقميه كامله؟ سنين ديال الخدمه، الالاف ديال المقاطع، الملايين ديال المتابعين. دابا شحال كيحتاج القضاء باش يروي بهذا الشيء كامل؟ جلسه واحده، حكم واحد وسالا كلشي. نهار الاثنين طلقت المحكمه الابتدائيه بفاس بحكم جد قاسي في حق اليوتيوبر منعمه البدويه. حكم ما اكتفاش غير بالغرامه والحبس، بل مشى بعيد بزاف. شنو وقع بالضبط؟ شكون مراد القضيه؟ والاهم، واش هذه بدايه ديال تغيير حقيقي في عالم المحتوى المغربي؟ اجوبه كامله في هذا الفيديو، ما تمشيوش بعيد، خليكم معنا. ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك وتفعلوا الجرس باش توصلكم الفيديو. مرحبا بكم معنا في قناتكم اخبار. رجعوا للاثنين 11 ماي 2006، ما كانش نهار عادي في المدينه. غرفه البوليسيه في المحكمه الابتدائيه كانت عامره بالمحامين، الصحفيين والمتابعين اللي جاو خصيصا باش يشوفوا النهايه ديال القضيه اللي بقات كتروج في الفضاء الرقمي المغربي هذه شهور. وجا الحكم، نطق القضية علنيا وحضوريا. العقوبات التالية في حق اليوتيوبر ناعمة اللي معروفة بمنعمة البدوية. أولا، عام ديال الحبس، موقوف التنفيذ، يعني ما غادخلش للحبس، ولكن الحكم غيبقى بحال شي سيف محطوط في رقبتها. حيت أي غلط جديد غيديها نيشان الاعتقال بلا محاكمة. غرامة مالية نافذة، القيمة ديالها 10,000 درهم، ونافذة كتعني بلي خاصها تخلصها ديك الساعة، لا حتى شي تأجيل ولا أعطال. وهذه هي الضربة القاضية، أي الحكم التالي اللي سالات كل شيء، وسالات معها منعمة البدوي. منع تم ونهائي كاع المنصات الرقمية لمدة عام كامل، كيبدا من نهار صدور الحكم مع النفاذ المعجل. يعني واخا ديال الاستئناف، هذا المنع كيبقى خدام. فكروا معايا، عام بلا يوتيوب، بلا فيسبوك، بلا تيك توك، ولا انستغرام، ولا حتى شي منصه اخرى. بالنسبه لشي يوتيوبر كتاكل الخبز من هذا المحتوى، راه ضربه قاضيه اللي صعيب تنوض. واخر حكم كان هو تعويض مدني للطرف المنتظر، مع الزامها تخلص كاع المصاريف القضائيه. علاش هذا المنع كيتعتبر صعيب بزاف وقاسي جدا؟ يقدر يقول اي واحد عام واحد غيدوز وغادي ترجع، ولكن خصنا نعرفوا في واحد الحقيقه اللي جد مهمه. الانترنت ما عندوش ذاكره قصيره كيف ما كيتخيلوا بزاف الناس. منعمه البدويه بنات الحضور الرقمي ديالها على مدار سنين طويله، الجمهور ديالها ولا يتفرج فيها ديما. وعام ديال الغياب في عالم اليوتيوب يعني ان الخوارزميه لوغاريتم غتنسى قناتك وما تبقاش تقترحها، ان الجمهور غيمشي يقلب على المحتوى اخر في بلاصه اخرى، وان المدخول غيحبس بصفه نهائيه، والاشارات والشراكات التجاريه غتطير. بعباره واضحه، عام ديال الغياب بقرار قضائي في عالم السوشيال ميديا كيساوي غالبا نهايه فعليه للمسار المهني بهذا الشكل اللي تعرفات. ويقدر يكون هذا الشيء بالضبط هو الهدف من هذا القرار. ولكن علاش تحكمت بهذا الشيء؟ المحكمه ما صدرش الحكم ديالها غير هكا. التهم اللي توجهت لها واضحه وصريحه: تشهير، نشر محتوى كيستهدف شي ناس مقصودين بشكل علني، وبث ادعاءات كاذبه، يعني نشر معلومات مزوره ولا هضره ما عندها حتى شي اساس من الصحه، وايضا المساس بالحياه الخاصه، نشر تصاور ولا معلومات شخصيه بلا ما يعزوهم لها الايد. هادشي كامل وقع عبر المنصات الرقميه يوتيوب وفيسبوك ومشاورهم. هادشي بالضبط هو اللي خلى الحكم يشمل هذه المنصات بالتحديد. وحتى راجل بنتها كان في المحكمه، القضيه موقفه عند منعمه بوحدها. هادشي اللي خلى الامور تاخذ ابعاد كبر. بعد الملف الثاني عنده علاقه بنفس القضيه، المحكمه تابعت حتى راجل بنتها، وجا الحكم في حقهم حتى هو قاسي: عام ديال الحبس، موقوف التنفيذ لكل واحد فيهم، منعمه وراجلها، غرامه ماليه نافذه، القيمه ديالها 15,000 درهم لكل واحد فيهم، ومبلغ كبر من داكشي اللي تحكمت به منعمه براسها. تاكيد المنع اللي صدر في حق منعمه من استعمال المنصات الرقميه. تعويض مدني تضامني، يعني الا واحد فيهم ما قدرش يخلص، الاخر ملزم يخلص بلاصتو. يعني الا راجل بنت منعمه ما قدرش يخلص الغرامه برطو، يعني بنت منعمه غادي تخلص على راسها وعليه حتى هو، يعني غتخلص 30,000 درهم. والعكس صحيح، يعني نفس الامر، بنت منعمه انا ما قدرش تخلص، راجلها يخلص 30,000 درهم. فهذا القرار كان رساله واضحه ومبطنه: لا حاولتي تقول بهذا المنع وتنشري المحتوى من الكونت ديال شي واحد فاعل، تا كل المعارف ديالك. المحكمه راه دارت بحساب هذا الغلام وسدات هذا الباب حتى هو، يعني هي تحبس الحساب ديالها، تحل القناه باسم ديال بنتها ولا راجل بنتها ولا راجلها، وتبدا تفعل المحتوى. يعني المحكمه دارت الاحتياط وسدات هذا الباب كاع يمشي النهايه. غادي نرجعوا شويه دابا للور ونشوفوا منين بدات القصه. نبداو بالشكايه ديال المواجه المغربي باش نفهموا كيفاش وصلنا لهنايا. هو نبير 2025 في ذاك الوقت قررت النيابه العامه في فاس تتابع منعمه بناء على شكايه رسميه حتى مغربي مقيم في فرنسا. شكون هذا السيد؟ على حسب التقارير هو راجل صانع محتوى ومنافسه للمنعمه. تفاصيل هذا الشخص واي حاجه متعلقه به بقات سريه من طرف القضاء. المشتكي تفاجئ باللي منعمه الشركاء ديالها ومنهم راجل بنتها نشروا فيديوهات محتوى عليه كيتضمن التشكيك في الرجوله ديالها. هذا النوع ديال الهضره كتعتبر في المجتمع المغربي طعن صريح في الشرف والكرامه، توجيه معيور ادعاء خطيره بلا حتى شي دليل، نشر تصاوره الشخصيه بلا الاذن ديالو. هذا الشيء راه واضح انه خرق صريح للخصوصيه ديالو، محاوله باش تشوه السمعه ديالو قدام الناس وعائلته. السيد ما صبرش، ما لقاش شي حل بالحوار ولا التفاهم، مشى نيشان للقضاء المغربي. وهذه هي البدايه اللي وصلتنا للحكم ديال نهار الاثنين. هذه ماشي المره الاولى اللي متبع منعمه البدويه شحال هذه عرف مزيان بلي هذا الحكم ماشي هو اول مواجهه لها مع القضاء.
المره الاولى ربيع 2020 فاش كانت كورونا مقرب على الدنيا، الناس محتاجين المعلومات الصحيحه والموثوقه اكثر من اي وقت. المنعمه نشرت الفيديو كتنفي فيه وجود الفيروس وكتحرض الناس على باش يخرقوا حالة الطوارئ الصحية. القضاء ما تسالش معها وخرج في حقها حكم استئنافي ب3 شهور ديال الحبس النهائي، دوزتها وراء القضبان ديال سجن عكاشة والطل البيضاء. الحبس ديال بصح وراء القضبان، ولكن كيبان بلي الدرس ما تفهمش مزيان. من ديك الوقت حتى لدابا المسار القضائي ديالها ما حبسش، بقات ديما كتم تتلف قدام المحاكم في ملفات بزاف كتعلق بالسب والقذف والاخلال بالاداب العام. وهذا الشيء اللي تراكم السوابق هو اللي خلى القضاء هذه المره يزير العقوبه ويخرج بهذا القرار القاصح اللي كيمنعها بصفه كامله من المنصات الرقميه. القضاء كان صابر، ولكن الصبر عنده حدود. هذا الحكم ما كيمشي غير منعمه بوحدها، هذه رساله واضحه لكاع صناع المحتوى في المغرب. المحكمه المغربيه بينات باللي راها مستعده تمنع الاشخاص من المنصات الرقميه كعقوبه قانونيه، وهذه سابقه قضائيه مهمه بزاف. وايضا الشورى ماشي داير كيحمي الملايين ديال المتابعين، ما كيحميو حتى واحد من طائلات القانون. والضحايا واخا يكونوا عايشين برا المغرب عندهم الحق الكامل باش يلجؤوا للقضاء المغربي، والعائله والناس اللي شاركوا في نشر المحتوى حتى هما كيتحملوا المسؤوليه القانونيه ديالهم الكامله. هذا هو الملف الكامل ديال قضيه منعمه البدويه من الشكايه ديال المهاجر المغربي بكاع التفاصيل. الحكم النهائي اللي صدر نهار الاثنين 11 ماي 2026. دابا بينا نسمعوا الراي ديالكم، واش هذا الحكم كافي ولا خصو يكون قاسي اكثر؟ واش كيبان لكم باللي عام ديال المنع من المنصات غيبدل شي حاجه ديال بصح؟ واش كتشوفوا في المحاكم المغربيه رادع حقيقي لصناع المحتوى اللي كيستهدفوا الناس؟ خليوا لي ارائكم في التعليقات لتحت، غادي نقراهم كاملين ونجاوب. الا عجبكم هذا التحليل ما تنساوش ديروا لايك، الا عجبكم الفيديو شاركوه مع الاصدقاء والعائله باش يوصل اكبر عدد ديال الناس، ومرجو الاشتراك في القناه باش ديما يوصلكم الجديد. كنتم مع قناتكم اخبار واللي كتجيب الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه. شكرا على المشاهده، ونتلاقاو في فيديو جديد، مع السلامه.